بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الإخوة الكرام، يتواصل اللقاء. سنقف اليوم على حقل مترادف من أهم الحقول، وبسببه يقع التباس كبير جدا وتناحر بين الطوائف وبين المشتغلين بالقرآن الكريم، اللي هو قضية الطاعة والاتباع. ما هو الفرق بين أن أتبعك وما بين أن أطيعك؟ المفهومين دول يتداخلوا في شنو؟ أو في إيه؟ وبيفترقوا في إيه؟ أكيد لا يمكن أن يكون متطابقة. طيب، الاتباع هو عملية انقياد وتتابع اختياري لبرنامج أو منهج سلوكي. مبدئيا أنا الآن بقدم لك المفهوم للمعنى لكي أرسم صورة ذهنية متخيلة عن مفهوم الاتباع. هو شنو؟ هو عملية انقياد أو تتابع اختياري لبرنامج أو منهج سلوكي، ودي نخط تحتها خط، سواء كان متمثلا في شخص حي أو لا. ودي قضية مهمة. الاتباع يكون للحي ويكون للميت. لماذا؟ لأنه ليس متعلق بشخص المتبع، متعلق ببرنامج المتبع. يعني أنا لما اتبعك لا يقتضي أن تكون أنت حيا. ويكون المتبع مسؤولا عن اختياره وقراره في ذلك الاتباع. يعني التابع ده بيكون مسؤول عن اختياره ومسؤول عن قراره، مسؤولية شخصية. انت تتبع فلان معناه بتتبع برنامج فلان. فلان الأول اللي انت بتتبعه هو مسؤول عن الفكرة وأنت مسؤول عن اتباعك. يعني ما حترمي بعدين اللوم عليه. هذه مسألة الاتباع. ولذلك فإنه لا يحتم وجود شخص حي متبع، فيمكن اتباع منهج وبرنامج الشخص الذي مات منذ زمن بعيد كمؤسس فكرة أو مؤسس حزب سياسي، فأعضاء الحزب أتباع لفكرة وبرنامج الحزب، لا لشخص المؤسس أو واضع فكرة الحزب نفسه، بغض النظر إن كان حيا أو ميت. فأنت لما تكون مثلا عضو في حزب سياسي، الشخص الوضع الحزب أو الوضع فكرة الحزب السياسي ممكن يكون ميت له قرون، ممكن يكون ميت له 100 سنة، وأنت لا زلت الآن تتبع برنامج الحزب. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع ملة من؟ ملة إبراهيم وهو ميت. فاتباعك يكون للبرنامج وللمنهج الذي وضعه إبراهيم. ولكي نبين على ذلك أن الاتباع دائما يأتي متعلقا بالسلوك، هذا لا ينفي أن يكون المتبع حيا. قال تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال: الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والاتباع ورد في العديد من السياقات، منها اتباع ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله. واتباع الداعي لا عوج له، هنا ممكن يكون حي قدامك. واتباع الهوى، واتباع الهدى، واتباع فطرة الشيطان، اتباع فطرة الله، واتباع الشيطان، واتباع الملة، واتباع ما عليه الآباء، واتباع المرسلين، واتباع ظن إبليس، واتباع السبيل، واتباع الصراط المستقيم. كل هذه الآن أعطيتكم القايد لهذه الآيات. كل الآيات التي ورد فيها الاتباع دائما تأتي متعلقا بالبرنامج وبالمنهج وبالسلوك، وقد تأتي متعلقة بالشخص لكن لا تحتم ذلك. فقط ما يميزه أنه الإنسان يكون مختار في اتباعه ومسؤول عن قراره في الاتباع. طيب، حنجي نتعرف على الطاعة ونشوف شنو الفرق بيناتها. أما الطاعة فهي من المفهوم الترويض والتطويع، ما الإجبار. ناس كثيرين جدا يا جماعة بيفتكروا أن الطاعة تقع في الإكراه. لا يا جماعة، المطيع ليس بالضرورة أن يكون مكره. المطيع ليس بالضرورة أن يكون مكره، لكن مطوع مروض. أما الطاعة فهي من مفهوم الترويض والتطويع،
ولذلك فهي أقرب إلى الامتثال لمن تميز بخواص ومؤهلات لم يمتلكها غيره، جعلته مؤهلا لإصدار الأوامر والأحكام. إذن هي تقع في ساحة الأوامر وفي ساحة الأحكام. لمن يصدر هذه الأوامر تميز، ولذلك تمت طاعته، تميز بخواص خاصة به هو بس، ولذلك أنت امتثلت للأوامر والأحكام اللي بتصدر منه، وامتثالك هذا يقتضي أنك لا تخالف. هذا هو الالتباس الذي يقع في ذهن الناس، وبيفتكروا أن الطاعة إكراه. لا، الطاعة ما إكراه، وأنا حقرأ لك آيات تبين أن الطاعة ما إكراه، بس هي أشد من الاتباع. الاتباع ما أنت حر، لكن الطاعة فيها امتثال للمطاع. زيادة على ذلك هنالك فرق مهم جدا، تقتضي حياة ووجود المطاع والمطيع في آن واحد، فهي متعلقة بالكيان أو الشخص المطاع أكثر من البرنامج المنفصل. متعلقة بالكيان أو الشخص المطاع أكثر من البرنامج المنفصل عن هذا الشخص، لأنه نحن قلنا في الاتباع ممكن يكون البرنامج مفصول عن الشخص تماما والشخص مات، لكن هنا لا، لأنها متعلقة بإصدار الأحكام والأوامر، ولا بد أن يكون الطائع والمطيع الاثنين حيين في نفس الزمن. فالطاعة لا يمكن أن تستوجب على الميت، مبدئيا غلط. خشت لك الطاعة، تأكد على أنه المطاع لا بد أن يكون حيا ما ميت. وبالتالي كل الآيات التي تأمر بطاعة الرسول تفهم على المصدر، اللي هو المصدر شنو؟ مصدر إصدار الحواكم الأحكام والأوامر، وهو الله سبحانه وتعالى. طيب حتقول لي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طيب كيف تقول هي لا، هي قاصد الله سبحانه وتعالى؟ أنا بقول لك ليش؟ لأن الرسول متمثل في الرسالة، هي الوسيلة اللي بيتمكنك أنت، اللي بيتبلغك الأوامر عشان أنت تطيع من؟ تطيع صاحب الأوامر والأحكام. لأنه لو مر رسول الحلقة دي، أنت الله سبحانه وتعالى لن تصل إليه لتطيعه، ولن تبلغك الأوامر والنواهي بتاعته. عشان كده في آية قال لنا من أطاع الرسول فقد أطاع الله. إذن هم ساحة الطاعة واحدة، الرسول بلاغ، والله سبحانه وتعالى أصالة في إصدار الحكم والتشريع. من هنا فقط أن الاتباع ممكن يجب للنبي بعد موته، لكن الطاعة لا له إطلاقا. ولذلك لم تأتي في القرآن أطيعوا النبي، كل الطاعة متعلقة بالرسول، ووظيفة الرسول هو البلاغ. معناه نحن نطيع الرسول فيما بلغ عن صاحب التشريع وهو الله سبحانه وتعالى. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه الآية هي التي تفك الالتباس في أن الطاعة ليست بالإكراه إنما بالامتثال، لأن ربنا بيقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فما ممكن تقول كرها. وحتى مفهوم الاستطاعة المستطيع يقول لك أنا أستطيع أذهب إلى المكان، أو أنا أستطيع أن أعمل كذا. مفهوم الاستطاعة علاقته شنو بالطاعة؟ وحتى مفهوم الاستطاعة هي عملية تطويع الممتنع عنك ليدخل ضمن أوامر مقدراتك. دي مفهوم الاستطاعة بالمناسبة. مفهوم الاستطاعة أنك شنو؟ تطويع حاجة ممتنعة عنك لكي تدخل ضمن قدرتك وتحكمك. مثلا تقول أنا أستطيع أن أحمل هذه المنضدة على كتفي، هذه المنضدة مثلا، فأنت بالتالي هي الآن ممتنعة لأنها ثقيلة، ممتنعة عنك. فلما تقدر بدي أنت ترفعها، معناها أدخلتها إلى تحت ضمن شنو؟ تحت ضمن أوامرك وتحكمك اللي هو قدرتك قوتك. ده مفهوم الاستطاعة. إذن
نحن نقول ومما يؤكد أن الطاعة تقع في الأوامر والأحكام قال تعالى على لسان هارون: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. جت واضحة، فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذن الملخص: الطاعة تكون بالحرية والاختيار مع المسؤولية عن قرارك واختيارك، وتكون متعلقة بالبرنامج أكثر من تعلقها بالكيان الصادر عنه البرنامج، حتى ولو كان صاحب الفكرة أو صاحب السلوك أو صاحب البرنامج ميتا منذ قرون. أما الطاعة فهي امتثال لمن تميز عنك بخواص ومقدرات لم تتوفر فيك، جعلتك أنك تمتثل لأوامره وأحكامه وتفترق عن الاتباع. لا بد أن يتوفر المطيع والمطاع في آن واحد، ومخصوصة بإصدار الأوامر والأحكام أكثر من البرنامج السلوكي. أحبتي، أستودعكم الله ونلتقي في الحلقة القادمة.